في واحدة من أغرب الحوادث الجوية المصرية، واللي تحولت فيها جثث الموتى إلى أنسجة بشرية. واللي حصل إن طيارة عادية قايمة برحلة عادية، وشيء غريب يحصل. فالطيارة واللي المفروض إنها قامت بالرحلة دي كذا مرة وعليها طاقم من الطيارين على أعلى كفاءة، فجأة الطيارة دي تختفي من على الرادار وتقع في قاع المحيط، لدرجة إن الحادثة تسببت في توتر العلاقات بين أمريكا ومصر، ودارت حواليها شبهة جنائية. فأمريكا واللي المفروض إن الطيارة خارجة من على أرضها ومتجهة لمصر قالت إنها عملية انتحارية نفذها مساعد كابتن الطيارة، لكن مصر نفت كل الموضوع ده وقالت إنها حادثة مدبرة. وبدأت الاتهامات تتنقل بين الطرفين ومحدش عارف الحقيقة فين. لو عايز تعرف إيه هي حكاية الرحلة 990 الغريبة فتابع معايا الفيديو للنهاية. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو انت اول مره بتشوفني في القناه ما تنساش تشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. ويلا بينا نبدا على بركه الله. المعروف ان اكتر وسائل النقل بتبقى حمايه هي الطيران، وعلشان كده اي حادثه طيران بتحصل لازم يكون ليها اسباب قويه. ورحله مصر للطيران واللي بتحمل رقم 990 كانت من اغرب الرحلات دي، لانها رحله بتبقى اعتياديه، وكانت بتقلع بشكل منتظم من مطار لوس أنجلوس الدولي وبتصل إلى مطار القاهرة الدولي في رحلة مدتها 10 ساعات. وفي صباح 31 أكتوبر سنة 1999 كانت الأمور ماشية بشكل طبيعي بعد التأكد من سلامة كل ما يتعلق بالرحلة ومسارها. كان طاقم الطيارة والمكون من قائد الطائرة أحمد الحبشي ومساعده الأول جميل البطوطي واثنين مساعدين تانيين هم عادل أنور ورؤوف محي الدين، بالإضافة للمضيفات والركاب اللي كان عددهم كلهم 217. وصلت الطيارة مطار جون اف كينيدي الدولي في نيويورك، وكانت هي دي المحطة الأولى ليها، وتم تزويد الطيارة بكل ما تحتاجه، وعادت إلى الإقلاع مرة تانية في تمام الساعة 1:20 صباحا. وبعد حوالي 25 دقيقة استقرت الطيارة في الارتفاع المحدد لها، وهو كان 33,000 قدم. وبعد مرور تقريبا نص ساعة من إقلاعها بدأت حاجة غريبة تحصل. فالطيارة وبدون أي مبرر انخفض ارتفاعها من 33,000 قدم إلى 16,000 قدم. وبحسب كلام الخبراء إن الطيارة وصلت في اللحظة دي لسرعة الصوت متخطية كل حدود السرعة القصوى الآمنة. وبعد دقيقة توقف هذا الانحدار وعادت الطيارة إلى ارتفاع 25,000 قدم مرة تانية وغيرت مسارها الطبيعي. ولكن بعد دقايق قليلة عادت الطائرة للانحدار مرة تانية، وفقدت الطائرة المحرك الأيسر ليها وانفصلت الكهرباء عنها علشان تقع بعدها في مياه المحيط الأطلسي، وبالتحديد جنوب جزيرة نانتاكويت الأمريكية. وبدأت عمليات البحث والإنقاذ من أول لحظة اختفت فيه الطيارة من على الرادار. وبدأت الطيارات الأمريكية تتوجه إلى المكان اللي وقعت فيه الطيارة، ولكن لم يكن هناك أي أثر للطيارة أو وجود نار في المكان. وبدأ توسيع نطاق البحث وتم إرسال خفر السواحل إلى أقرب مكان يحتمل سقوط الطيارة فيه. وعند غروب الشمس عثرت سفينة تابعة للأكاديمية البحرية الأمريكية على بقعة زيت وأجزاء من حطام الطيارة، وتم توجيه جميع فرق الإنقاذ إلى المكان ده على أمل إنهم يلاقوا أحياء. ولكن للأسف فمعظم ركاب الطيارة بالمضيفين بالكباتن كلهم في تعداد الموتى، لدرجة إن ملقوش ولا جثة، ولكن لقوا بعض الأنسجة البشرية. وبدأت عمليات التحقيق علشان يعرفوا إيه اللي حصل بالظبط، وهنا بدأ اللغز والغموض. المفروض إن مصر هي اللي تحقق في هذه القضية، ولكن لأسباب قانونية الحقيقة ما أعرفهاش تم تسليم التحقيقات لمجلس النقل الدولي الأمريكي واللي مقره في واشنطن. بدأت التحقيقات تاخد مجراها، وخرج أول تقرير بيشير إلى مسؤولية مساعد الطيار الأول جميل البطوطي عن حادث الطائرة. والتقرير كله قال إنها عملية انتحارية نفذها مساعد الطيار جميل البطوطي، وراح ضحيتها 217 شخص. أما سبب الانتحار فبحسب المصادر إن كان هدف البطوطي إن عيلته تستطيع أن تحصل على تعويض مبلغ تأمين عن الحياة علشان معالجة بنته المريضة، والسبب إن اتقال كده هي التسجيلات الصوتية بين الكابتن والمساعد بتاعه.
وبحسب اللي جه في التقرير إن الكابتن أحمد الحبشي ساب كابينة القيادة علشان يدخل الحمام، وتم تسليم القيادة إلى البطوطي. بعدها قام جميل البطوطي بإطفاء الطيار الآلي. واللي ما يعرفش إيه هو الطيار الآلي ده، هو إن معظم حوادث الطيارات بتكون نتيجة أخطاء بشرية، علشان كده معظم الطيارات بيتم تصميمها بهذه الخاصية علشان تطير بنفسها، لأن النظام الآلي أذكى من البشر ونسبة الأخطاء فيه قد تكون معدومة. المهم نرجع لقصتنا. بعد إطفاء الطيار الآلي بدأ البطوطي يقول توكلت على الله، توكلت على الله، ثم بدأت الطيارة في الانحدار. ساعتها رجع الكابتن أحمد الحبشي إلى الكابينة وهو بيصرخ بيقول إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ قفلت المحركات ليه؟ شد معايا بسرعة، بقول لك شد معايا بسرعة. بعدها الطيارة رجعت في الارتفاع مرة تانية، وطول الوقت جميل البطوط عمال يردد هذه الكلمات: توكلت على الله، توكلت على الله. بعدها سقطت الطائرة في أسفل المحيط، ودي القصة اللي بسببها قالوا إنها عملية انتحارية نفذها البطوطي. لكن السلطات المصرية رفضت التقرير ده، وساعتها حصلت أزمة بين مصر وأمريكا، وبدأت نظريات تانية تظهر بخصوص الموضوع ده. ففي أحد المرات اتنشر مقال في جريدة أمريكية قالت إن سبب الحادثة هو الانتقام. طيب الانتقام من مين وليه؟ قالك يا سيدي إن كان من ضمن الركاب واحد اسمه حاتم رشدي، وده رئيس مجموعة بوينج 767 المصري. وبحسب المقال اللي اتنشر إن حصل مشادة كلامية بين البطوطي وحاتم رشدي، وإن رشدي اتهمه بقضايا تحرش جنسي، وقال له إنها هتكون آخر رحلة ليك، ولما ترجع هيبقى التحقيق معاك. وبعد المشاهدة دي حصل اللي حصل مع الطيارة، ولكن مفيش أي دليل على الكلام ده. ومن ضمن الحاجات اللي اتقالت تاني عن سبب الحادثة هو إن كان موجود بين أفراد الركاب وفد عسكري مهم، وكان راجع من تمرين عسكري في الولايات المتحدة الأمريكية. وكمان كان موجود بين الركاب 3 خبراء في علم الذرة. وبيقول أحد الطيارين التابعين للخطوط الجوية الألمانية واللي كان خط السير الملاحي قريب من الطيارة اتكلم عن اقتراب جسم غريب من الطيارة، وده قبل الحادثة بثواني قليلة علشان تسقط بعدها الطائرة منفجرة في المحيط. وفي تقرير تاني اتعمل قال إن الطيارة اتأخرت 2 ساعات عن موعد إقلاعها ولم يتم إدراجها بالخط الملاحي، ومن المحتمل إنه تم استهداف الطيارة لأنها اعتبرت طائرة معادية. لكن السلطات المختصة نفت كل الكلام ده، وقالت إن الطيارة لم يصيبها أي جسم غريب أو أي إطلاق نار حصل عليها، وإن الطيارة كانت في مسارها الطبيعي وبيتم متابعتها على الرادار لحظة بلحظة. طيب حد هيسأل ليه أمريكا عايزة تلبسها للطيار جميل البطوطي؟ بص يا صديقي، الموضوع ببساطة لأن الطيارة كانت من طراز بوينج الأمريكية، ولو ثبت إنها حادثة مدبرة فده هيقلب الترابيزة سياسيا على أمريكا وهيحرجها قدام العالم، ولو ثبت إنه عطل فني فده كمان هيضر اسم وسمعة شركة بوينج الأمريكية. علشان كده هم من الأول وكل همهم إنهم يلبسوها للطيار. نيجي بقى للجانب المصري وإزاي يفسر الموضوع ده. بالنسبة للتقرير المصري عمل واحد اسمه الدكتور محمد إبراهيم معوض، وقال إن تأخر الطيارة 2 ساعات عن الإقلاع يدي صورة مسبقة لتفجير الطيارة، لأن تأخير الطيارة عن ميعادها يترتب عليه حاجات خطيرة، وهي عدم إدراجها على خريطة الرحلات، وبالتالي عدم الإخطار عن خط سيرها، وبالتالي تعاملت معها وسائل الدفاع الجوي على إنها طائرة تجسس وأطلقت عليها الصواريخ لإسقاطها. وفي اللحظة دي اتفاجئ المساعدين بالموقف، وده اللي خلى أحمد الحبشي يقول للبطوطي ساعدني شد معايا. بعدها الكباتن عملوا مناورة حادة وهبطوا بالطيارة من 33,000 قدم إلى 16,000 قدم علشان يتفادوا الصاروخ الأول، وبالفعل نجحت الطيارة بتفادي الصاروخ الأول، ولكن تم إطلاق صاروخ تاني على الطيارة، ولأن الطيارة غير مجهزة لعمل المناورات بسبب وزنها التقيل وعلى ارتفاع 25,000 قدم اصطدم بيها الصاروخ التاني بالتحديد في منطقة الديل، وده اللي أدى إلى انفجار الطيارة وتسبب في تفريغ كمية كبيرة جدا من الهواء في منطقة التدمير، نتج عنه تفجير أجسام الركاب إلى أنسجة بشرية سقطت مع حطام الطيارة في المحيط. والأدلة اللي بتبين ضرب الطيارة بصاروخ أولها تأخير إذاعة بيانات الكارثة بفقدان الطيارة، بعدها بساعة صدر بيان تاني بتحطيم الطيارة،
وده ادى فرصة لاختفاء حطام الصاروخ. اما الدليل الثاني هو ان يستحيل ان الانفجار العادي لأي طيارة يمزق جثث الركاب بهذه الطريقة ويحولها إلى أنسجة بشرية، لأن الانفجار العادي هيسيب قطع وراه سواء كانت راس أو إيد أو رجل، لكن لم يتم العثور على أي شيء من ده، وده بيدل على إن الطيارة تعرضت لضغط هوائي شديد بعد انفجار ديلها بالصاروخ التالي. أما الدليل الثالث هو تعمد إخفاء محتويات الصندوق الأسود، وده علشان يتفادوا أي إشارة بوجود صاروخ موجه للطيارة. أما الدليل الأكثر إثباتا على وجود شبهة جنائية هو تحطيم كابينة القيادة، لأن عادة بيتم صناعة الكابينة من دعامات قوية لحماية طاقم الطائرة، ولو فرضنا إن حادث طبيعي فمن المنطقي ألا تتحطم الطيارة إلا إذا كان هناك مادة متفجرة حطمت الكابينة تماما. وبدأت الاتهامات تتنقل بين الطرفين لدرجة إن الرئيس مبارك قال، وطبعا ده بحكم إن رجل طيار أديب، قال بالنص كده: أول إحساسي بعد ما سمعت التسجيلات اتأكدت إن مجموعة الديل حصل لها حاجة. وقال مبارك: لو كان فعلا الطيار عايز ينتحر فأكيد إن الطيارين اللي معاه هيضربوه ويشدوه بره الكابينة، ودي أبسط حاجة، لكن من التسجيلات بيقولوا له شد معانا. وطبعا هنا مبارك بيقصد إن الحبشي بيقول للبطوطي. وبيكمل مبارك وبيقول إن أحد طياري رابطة الطيارين الأوروبيين بلغ ممثل من شركة مصر للطيران إن الأمريكان مش هيسمحوا بنتائج تدل على عملية تخريبية، لأن الرحلة خارجة من أرضهم، ده غير إنهم مش هيسيبوا سمعة شركة بوينج إنها تتلوث. وقال مبارك باللفظ كده: هيلبسوها لكم، وده اللي حصل. الأغرب من كل ده إن الطيار البطوطي رحمة الله عليه أجرى عدة مكالمات هاتفية كلها بتثبت إن الراجل ما عندوش أي مشاكل مع حد، وكمان إنه جايب دواء من بره لحد من أصحابه، وقال له في المكالمة: قابلني في المطار علشان تاخدها. كمان في اتصال تاني له ببنته بيقول لها إنه جاب لها التحاليل من أمريكا وجال في الطريق، ده غير إن الكل بيشهد له بالتدين ورجاحة عقله، ويستحيل إنه يكون أقدم على الانتحار. وفي النهاية، من وجهة نظرك شايف الموضوع إيه؟ لأنه يهمنا رأيك في الكومنتات. وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا، واللي بتمنى يا رب إنها تكون عجبتكم، وأشوفكم على خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.